في علاقات ما بتتعبكيش عشان فيها مشاكل كتير، بتتعبك عشان فيها مجهود كتير، مجهود في كل كلمة. كل موقف ممكن يتفهم غلط، كل حاجة بتعمليها بتلاقي نفسك ان انتي محتاجة تشرحيها، لحد ما تلاقي نفسك قبل ما تتكلمي بتفكري اقول ايه، اقولها ازاي، هيزعل مني، هيفهمني غلط. ممكن اصلا العلاقة ما تكونش وحشة بشكل واضح، ومش شرط تبقى اتنين مرتبطين، ممكن يبقى بين اتنين صحاب او اخوات whatever يعني، او حتى ناس قريبه من بعض، بس انتي بتحسي انك بتبذلي مجهود كبير قوي في العلاقه، في المقابل حتى ابسط حاجه منك بتعمليها محتاجه مجهود. العلاقه المرهقه مش شرط تكون مليانه خناقات، ممكن تكون دايما مخلياكي في كورنر انك محتاجه دايما تشرحي نفسك. ليه بنشرح نفسنا طول الوقت؟ انا شايفه ان الموضوع مش بالضروره عشان عملت حاجه غلط، بس عشان انا مش عايزه اتفهم غلط، لان ممكن يكون الشخص ده قريب، حد مهم بالنسبه لي، حد عزيز عليا، مش عايزه اخسره، عايزاه يفضل في حياتي. فكل موقف بيحصل هتقولي انا عملت كده ليه، هو انا كنت اقصد ايه، انا اكيد ما كنتش اقصد كذا، ليه قلت كذا، وتفضلي بقى تشرحي الموقف، خصوصا لو مع حد المفروض انه عارفك وفهمك. فانت مش محتاجه ان انت اصلا تشرحي نفسك وتشرحي مبرراتك وتشرحي انت ليه اتصرفتي التصرف ده. فبشوف ان دي بصراحة حاجة لو موجودة في حياة اي حد هي علاقة مرهقة جدا، هي بس عمالة ان هي بتكسر فيكي. انت كل همك انك ما تتفهميش غلط، والمفروض انك تبقي في علاقة اصلا ما تتفهميش فيها غلط، ودي حاجة مرهقة جدا خصوصا مع اقرب الناس ليك. ممكن يكون الشخص نفسه اللي بيعمل معاكي كده مش قاصد ان هو يعمل كده، ممكن يكون عنده تجارب في حياته او حاجات حصلت له قبل كده خلت عنده طريقة معينة في تفسير تصرفات الناس. ممكن يكون فعلا مش قاصد انه يعمل كده، بس ده ما بيغيرش النتيجة. انت اللي بتعيشي في حالة توتر، انك تعيشي بالطريقة دي فانت كده مستهلكة، طول الوقت حاسبة كلامك، طول الوقت حذرة جدا، بتفكري في رد فعل اللي قدامك قبل ما تتكلمي، قبل ما تطلبي، قبل ما تقولي رأيك. ممكن تبقي اصلا من رد الفعل ده مش عايزة تطلبي تاني، بتفكري قبل ما تحكي حاجة رد الفعل هيكون ايه. تخيلي انك قبل ما تتكلمي مع حد تفكري هو هيفهم كلامك ازاي. انت كده مش عايشة العلاقة، انت كده بتديري رد فعل الشخص اللي قدامك، ودي نقطة انا شايفاها مرهقة جدا ما بين اتنين صحاب، ما بين اتنين مرتبطين، ما بين اخوات في العيلة. موضوع صعب، لان المفروض انك وسط اهلك او صحابك او قرايبك او الدايرة القريبة منك انك تكوني مرتاحة اكتر، تبقي حتى لو قلتي كلام هم فاهمينه، عارفين شخصيتك، عارفين نيتك انك ما تقصديش ده، عارفين انك مش قصدك حاجة وحشة. بس لما تبقي عايشة بالعكس، انت شغالة طول الوقت بتشرحي. امتى بقى العلاقة المرهقة دي تبدأ تغيرك؟ هي اخطر حاجة فيها ان هي بترهقك زيادة عن اللزوم، انت بتبدأي تختفي جواها واحدة واحدة، تتكلمي اقل، تحكي مواضيع اقل، تطلبي اقل، تشاركي اقل، لحد ما بتلاقي ان انت بتتكلمي مع الشخص ده ازيك عامل ايه، مش اكتر من كده، لانك عارفه ان اي موضوع هتفتحيه هيتحط تحت سبوت لايت، ممكن تتحاسبي عليه، ممكن يتفهم غلط، فبتبداي ترجعي خطوات لورا. في البدايه انت كنتي بتحاولي تشرحي نفسك عشان تحافظي على العلاقه دي، وفي الاخر من كتر ما استهلكتي بداتي تختفي جوه العلاقه نفسها. دي برضو حاجه مؤلمه جدا. بس هل ده معناه ان الشخص التاني او الطرف التاني ده شخص وحش؟ لا، اكيد لا. انا مش شايفه ان كل علاقه مرهقه معناها ان الطرف التاني وحش، بس مش كل مره تبقى العلاقه مرهقه تبقى انت المشكله. بس في الاخر التفسير مش معناه انك تفضلي عايشه في حاله دفاع مستمر. عشان كده انا شايفه ان السؤال مش دايما هو الشخص ده وحش، السؤال الاهم هل انا فعلا محتاجه اغير حاجه في نفسي؟ هل انا بتعامل بطريقه بتخلي الناس تتعامل معايا كده؟ هل انا شخص بيعمل حاجات فعلا محتاجه تتصلح، ولا انا شخص كويس ومحترم وبحاول اكون كويسه مع اللي حواليا، والعلاقه دي هي اللي مخلياني دايما في حاله دفاع؟ لان الفرق ده مهم. مش معنى اني مش عايزه اشرح نفسي ده معناه ان انا صح، ودي نقطه مهمه. ان ممكن حد يسمع الكلام ده ويقول خلاص love yourself and don't care what people think. انا مع الفكره دي، بس مش بمعنى انك تعملي كل حاجه وتقولي دي شخصيتي والناس لازم تتقبلني. لا، انا المفروض ابقى شخص كويس، ابقى شخص مش مؤذي، طيب، اتعامل مع الناس كويس، احترم حدودهم، ولو في حاجه في شخصيتي محتاجه تتغير فعلا اشتغل عليها، مش عشان الناس، عشان نفسي انا. ولو انا فعلا عملت حاجه غلط اراجع نفسي واعتذر للشخص ده. بس ده مختلف تماما عن اني ابقى شخص كويس وبعامل الناس جدا باحترام، مع ذلك عايشه طول الوقت خايفه من ان انا اتفهم غلط. الموضوع مش ان الناس لازم تتقبلني مهما عملت، الموضوع انا مش عايزه افضل خايفه دايما من رد فعل الناس. لازم تعرفي العلاقه المريحه شكلها ايه. انا مش شايفه ان العلاقه المريحه معناها ان الشخص ده عمره ما يختلف معايا، لا، ممكن يختلف، ممكن يسالني انت عملتي كده ليه، عادي جدا، ممكن اكون فعلا غلطانه ونتكلم في ده، يكون في لغه حوار وتواصل، مش قلب ترابيزه. ان في ناس كتير قوي ما بتعرفش تواجه فبتهرب، فبتقلب عليك الترابيزه. فالمشكله هنا مش في السؤال، المشكله انك تبقي خايفه من السؤال عشان انت خايفه من رد الفعل، انك قبل ما تتكلمي اصلا
تكوني عارفه انك هتتحاسبي على كل كلمه انت بتقوليها. انت هنا خايفه تظهري على حقيقتك. العلاقه المريحه مش العلاقه اللي ما فيهاش اختلاف، هي العلاقه اللي مش بتخافي منها من الاختلاف. ده بالنسبه لي نقطه فارقه جدا. محتاجه تسالي نفسك شويه اسئله. انا مرتاحه مع الشخص ده؟ هل انا وقت الاختلاف هيتقبلني؟ هل انا بعرف اطلب من غير ما اخاف؟ هل بعرف اقول رايي من غير ما افكر هو هيفهمني ازاي؟ هل بعرف اكون نفسي ولا انا طول الوقت حذره واخده بالي؟ لاننا ساعات مش بنكون واخدين بالنا ان جسمنا نفسه بيقول لنا ان احنا مش مرتاحين. مجرد ما الشخص ده يظهر تحسي ان انتي اتوترتي، ما بقيتيش انتي، مش عارفه تتكلمي براحتك، مش عارفه تفتحي موضوع، والاسوأ من كده انك ما تبقيش عارفه تشرحي نفسك من جوه. ليه؟ جهازي العصبي مرتاح والشخص ده موجود، ولا طول الوقت مستعد لرد فعل؟ ده هيخليكي تاخدي بالك من حاجه مهمه جدا. العلاقات مش بس بنحكم عليها باللي بيحصل فيها، اوقات بنبقى محتاجين نقيمها باحنا عاملين ايه جواها. امتى تقولي خلاص في ناس فعلا رايهم يفرق، وفي ناس مش مهم رايهم، مش هيضيف لي حاجه. في ناس هتوصلي معاهم لمرحله اللي عايز يفهم يفهم، مش فارق لي، مش محتاجه ان انا اشرح نفسي، هما اصلا بالنسبه لي مش ناس مهمه. حتى لو هو فهمني غلط انا ما عنديش الوقت ان انا احاول ان انا افهمه الصح. مش انت خدت عني الفكره دي؟ اوكي، انا مش هعمل مجهود ان انا اشرح لك نفسي، لان في مرحله معينه من الارهاق بتوصلي لحته طب انا هعمل ايه اكتر من كده؟ انا شرحت ووضحت. لو الشخص غريب عني مش فارق هو شايفني ازاي، بس لو الشخص قريب مني فانا بستغرب قوي هو انا ازاي مش مرتاحه معاه، ازاي حاسه ان انا محتاجه اشرح نفسي. الغريب لو فهمك غلط ممكن تعديها مش هيشغلك، بس القريب منك لما يفهمك غلط دي حته بتوجع شويه. في حاجه كمان انا بقيت مؤمنه بيها جدا، مش لازم كل اللي تعرفيه تشاركيه، مش كل الناس لازم تعرف كل حاجه عنك، مش كل الناس تستحق ان هي تعرف حاجه عنك. زي ما قالت هند صبري، مش كل الناس تستاهل قلبك، مش كل الناس تستاهل حقيقتك، وبرضه مش كل الناس تستاهل صداقتك ولا الجزء الحساس منك ولا حتى تفسير لكل حاجه بتعمليها. وده مش معناه انك تكوني شخصيه مقفوله، لا، بس يبقى عندك تفرقه مين يستحق يعرف ايه ومين مش مهم انه يعرف اصلا. وما تدفعيش عمرك في محاوله ان الناس تفهمك صح، اللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش اقلبي الصفحه نكست. لو حد عايش طول الوقت خايف من رد فعل الناس، انا عايزه اقوله حاجه واحده بس، عمرك هيتاكل. ضيعت عمرك انك بتحاول تشرح نفسك للناس. الوقت ده انت لو كنت استثمرت فيه في نفسك كان اولالك. الناس هتحط دماغها على المخدة وهتنام، مش هيفرق معاها اصلا انت قد ايه استهلكت عقلك في التفكير هم هيفهموها ازاي ولا هيفهموا ايه. فانت الوقت والمجهود اللي بتضيعه في محاولة ان الناس تفهمك صح كان اولى تستثمر في نفسك، شغلك، في حياتك، في حاجات بتحبها، في الناس اللي فعلا بتريحك. في الاخر الناس عمرها ما هيرضيها اي حاجه، وانتي او انت ربنا ما خلقكش عشان ترضي الناس، مش هتقدر تتحكم في الصوره اللي كل شخص شايفك بيها. لو انت فعلا شخص كويس وبتراجع نفسك وبتحاول تبقى نسخه احسن من النسخه اللي انت فيها، مش لازم تفضل طول الوقت بتدافع عن نفسك، ومش لازم كل شخص يفهمك، ومش لازم كل شخص يعرف عنك كل حاجه. بس في نفس الوقت ما تبقاش شخص وحش وتقول دي شخصيتي، لان انت كبير كفايه انك تفهم وتبقى مسؤول عن نفسك وتصلح عيوبك. علمي، اجبري، بس عيشي من غير ما تبقي طول الوقت مستعده لمحاكمه. لان العلاقه المريحه في الاخر مش هي العلاقه اللي الشخص اللي قدامك لازم يوافقك على كل حاجه، هي العلاقه اللي تقدري تبقي فيها نفسك من غير ما تكوني خايفه. ودي يمكن اكتر حاجه انا بفكر بيها نفسي وانا بتعامل مع الناس. انا مش عايزه اعيش في حاله دفاع مستمر. لو وصلتوا لحد هنا فشكرا ان انتوا اتفرجتوا لحد الاخر. اشوفكم الابيسود اللي جايه مع موضوع جديد.